بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في الصباح على الفار. الحقيقه احنا في جدل داير بقالنا 3-4 ايام على اللي بيحصل في التحكيم وكيفيه اداره التحكيم، والحقيقه احنا اول ناس قلنا ان اداره التحكيم بتبقى ازاي. احنا اتفاجئنا في 2 اخوات بيلعبوا في مباراه واحده، اتفاجئنا ان حكم بيصفر في نفس الجوله مباراتين، اتفاجئنا ان حكم بيلعب الثلاث عنده ركله جزاء ويلعب الخامس عنده ركله جزاء وبيلعب تاني. مش حد بيتحاسب، مش معيار واضح. امبارح اتفرجت على الاعلام الكبير ابراهيم فايق وليه مني كل التقدير والاحترام، يعني سأل سؤال مهم جدا، هو فين المعيار؟ حاجه مهمه جدا، يعني فين المعيار؟ ركله الجزاء للاهلي ما تتحسبش وركله الجزاء لبيراميدز او على بيراميدز تتحسب. الناس عندها دوت كده، في حاجه، في خلل في الموضوع. وانا بقول لك ان هنا ابراهيم ان الاثنين مش ركلات جزاء، ولو طلع مسؤول قال ان الاثنين مش ركلات جزاء الناس هترتاح. الناس يا جماعه محتاجه تفهم ان المعيار واحد، اللي بيشوفها في النادي ده هي اللي بيشوفها في النادي ده، هي اللي بيشوفها في النادي ده. لكن الكلام ده انا حذرت منه في اول السنه والناس طلعت هاجمتني، قالوا لي انت عشان بس انت الراجل والاجانب وانت بتحب المصريين. طبعا بحب المصريين ومش هينفع يدير اللجنه غير المصريين. والراجل قال كده امبارح على فكره في لقاء مع الزميل العزيز الاعلامي الكبير ابراهيم عبد الجواد. راجعوا حديث الراجل تاني هتلاقيه قال انا عارف ان المصريين احسن في اداره اللجنه، لكن ايه المشكله نجيب اجانب؟ طبعا انت مش خاص عليك حاجه، ايه المشكله نجيب اجانب؟ ما انت من الاخر ما انت مقضيها. البلبله اللي احنا فيها دي كلها احنا حذرنا منها في اول السنه وقلنا يا جماعه التحكيم رايح في حته مش كويسه. بس لما المشكله حصلت مع انديه، مع نادي من الانديه الكبيره، كل الناس شافت ان الراجل مش شغال، كل الناس شافت ان الحكام مظلومه، اداره اللجنه هي السبب. دلوقتي الناس بقت بتتكلم في التعيينات، ما احنا كنا بنتكلم نقول يا جماعه التعيينات غلط. دلوقتي الناس بتتكلم ان الحكام الكبيره بطلت ليه، ما احنا قلنا يا جماعه ما ينفعش 12 حكم كبير يبطلوا الخبرات. على الاقل لو معاك 4-5 حكام منهم دلوقتي ما كنتش تبقى في الازمه اللي انت فيها دي. الناس اللي قاعده في البيت فين؟ انا عندي كم حكام كانت بتلعب وقاعده في البيت بدون سبب واحنا مش فاهمين ده ليه، بس عشان الراجل هو اللي بيدير كل حاجه. الاخوه اللي في لجنه الحكام المصريين اللي معاه كذا مره سالت السؤال ده ومحدش رد عليا، دورهم ايه؟ ولا حد رد عليا. عملوا ايه؟ محدش بيرد عليا. هل هم عاجبهم اللي بيحصل فينا ده؟ خدوا بالكم الامور عماله تتصاعد بشكل فج. يا جماعه الراجل عنده مشكله فنيه، الراجل ما بيعرفش يشرح. امبارح مع الاعلام الكبير ابراهيم عبد الجواد، واللي الحقيقه انا بحييه على اللقاء اللي عمله امبارح ده، لانه من الاخر بين الراجل على الحقيقه. انا ما بعرفش اشرح، ما اطلعش اشرح. انت مش عارف تشرح، بتشرح غلط. بينت للناس ان انت جواك فنيا عندك مشكله فنيه، وده حذرنا منه برضه. قلنا يا جماعه الراجل ده مدرب، الراجل ده بتاع لياقه بدنيه، ملوش في الفنيات. لجنه الحكام المصريه محتاجه مصريين، هفضل اقولها لحد اخر يوم في عمري.